ترند إكسترا ترحب بكم أينما كنتم. خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال أنظارا خلال مباراة إسبانيا والسعودية في كأس العالم 2026 بعدما افتتح التسجيل في الفوز الكبير لمنتخب بلاده بنتيجة 4-0 قبل أن يحتفل بطريقة لافتة أثارت تفاؤلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت لقطات يامال وهو يسجد على أرضية الملعب بعد تسجيل الهدف لأول مرة، حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن الاحتفال كان عبارة عن سجدة شكر، خاصة أن اللاعب سبق له وأن تحدث عن اعتزازه بدينه الإسلام. لامين يامال سجد لأول مرة في الملاعب، لأول مرة يسجد أمام المنتخب السعودي. لامين يامال يسجد، يا سلام يا سلام. هيدا فخر، اقسم بالله فخر. اجمل لقطه من مباراه شله سعوديه وشله 3-0 على جنب، شله كيش على جنب. هيدي اللقطه لامين يامال يسجد شكرا لله. لامين يامال يسجد شكرا لله بكأس عالم بنص امريكا، بنص امريكا يسجد شكرا لله لاول مره. والله العظيم لقطه فخر، لقطه فخر نفتخر بها يا لامين يامال. من بعد ما كان واقف مع فلسطين والقضيه الفلسطينيه، لامين يامال يسجد لرب العالمين في كأس عالم. اقسم بالله الفخر عم بيطلع من خشمي يا جماعه، والله انه فخر. يعني بعيدا عن نتيجة الشوط الأول، أنا كده فاقد الأمل في المنتخب السعودي من الدقيقة 5. يعني خلاص أنا فقدت الأمل في إيه اللي ممكن يحصل. بس اللقطة دي مهمة بصراحة، لقطة سجود لامين يامال بعد ما سجل هدف النهاردة في المنتخب السعودي، لقطة مهمة. وأنا عارف إن أنت ممكن تقول لي يعني إيه المهم؟ لعيب مسلم سجد بعد ما سجل هدف، لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. إيه المهم في الموضوع؟ هقول لك استنى عليا أنا هشرح لك. الصبح بورخا إجليسياس كان واحد من اللعيبة اللي اتسألوا من الصحافة الإسبانية عن حالة لامين يامال وهل هو جاهز للمباراة ولا لا. ولكن بورخا إجليسياس أشار لحاجة مهمة جدا، قال لك أنا متهيألي إنه كان المفروض تسأله برضو عن حالته في اليوم اللي لعبنا فيه ضد المنتخب المصري، عندما حدثت اشياء وتفاصيل خارج الملعب. وانتوا فاكرين يوميها في المباراه ما بين مصر واسبانيا وفي ظل وجود لامين يامال في الملعب كان فيه هتافات عنصريه ضد المسلمين من جانب الجمهور الاسباني، لدرجه ان لامين يامال بعد الماتش نزل بيان وسبحان الله ما حدش سأل عنه. بورخا إجليسياس اشار لنقطه مهمه جدا، وهي نقطه متعلقه بفكره ان الصحافه الاسبانيه لما الموضوع يبقى له علاقه بمصلحه المنتخب والماتشات او بمصلحه اسبانيا كله بيسأل وكله بيتكلم، لكن لما يبقى الموضوع له علاقه بدين اللاعب او بعقيدته او باموره الشخصيه ما حدش اصلا فكر ان هو يسال ولا حد اهتم ان هو يديله وش. عشان كده لقطه سجود لامين يامال دي كانت مهمه، لانها اولا هو مش متعود انه بيعملها كتير عامه على مستوى الملاعب الاسبانيه، لكنها كانت استكمال للي قاله بورخا إجليسياس الصبح ورساله مهمه للاعلام الاسباني ان هو اولا مهم للمنتخب الاسباني وتواجده مهم، وثانيا ان العقيده والدين الاسلامي بالنسبه له حاجه مهمه بيبرزها قدام الناس وبيحافظ عليها وحابب دايما ان هي تظهر قدام الناس وان الناس تهتم بيها. فعلى بساطه الموضوع، الا انه كان مهم جدا من جانب لامين يامال ان هو يظهر الجانب ده قدام الاعلام ويكون واضح وصريح فيه ويشدد على الرساله اللي قالها بورخا إجليسياس الصبح بتسجيله في المنتخب السعودي واحتفاله بالطريقه اللي انتم شفتوها.